خلي بالك انت اللي مصمم تلاقي الانبياء والرسل في الحضارة المصرية القديمة، وبما انك مصمم خليني اقول لك اللي انت شايفه في الفيديو ده اسمه اوزوريس. اسمه باللغة المصرية القديمة اوزير او عزير، يعني تيجي منه قصة النبي عزير، كمان بتيجي منه قصص انبياء كتير قوي منها ادريس. قصة العذراء مريم تبقى قصة مرات الراجل اللي انت شايفه في الفيديو ده. طب خد الكبيرة بقى، قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا عيسى، والأكبر من كده قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كلها جاية من قصة الراجل الطيب اللي انت شايفه في الفيديو ده اوزوريس. كمان بتيجي منها قصة قابيل وهابيل، الأخ اللي قتل أخوه. طبعا أنا سامعك دلوقتي بتقول إيه التخريف ده؟ بصراحة انتوا اللي بدأتوا التخريف، ولو عايز تبص في التاريخ وتدور وتلاقي قصص الأنبياء والرسل يبقى معلش اسمح لي تحط أهواءك الشخصية على جنب وتنسى العقيدة وتبدأ تبص في التاريخ، لأن التاريخ قديم قوي. تقدر تشوف هل الأنبياء والرسل موجودة في التاريخ القديم ولا لا، ولو لقيتها موجودة أو لقيت قصص مشابهة ليها تاريخ المصري القديم، يبقى لازم حضرتك تقف وتبدأ تفكر وتشوف ايه الحكاية. لكن أنا أنصحك تبعد عن الموضوع ده خالص وما تفكرش فيه، لأن يا عقيدة يا تاريخ. لان ما ينفعش انت تيجي تقول لي ان الملك اخناتون هو سيدنا عمران، وان توت عنخ امون هو سيدنا زكريا او سيدنا يحيى او سيدنا عيسى لو الموضوع كبر معاك شويه. ان ببساطه شديده انا ما ينفعش اقول اخناتون عليه السلام او اقول مثلا توت عنخ امون صلى الله عليه وسلم، انت اللي هتزعل. وفي نفس الوقت لو قلت عيسى او موسى او محمد بدون ما اقول عليه الصلاه والسلام، انت برضو اللي هتزعل. اسمع كلامي بقى وابعد عن التاريخ، عشان التاريخ هيزعلك في اغلى حاجة عندك، هيزعلك في العقيدة. خلي العقيدة في حتة والتاريخ في حتة تانية، الله يرضى عنك. اعمل بقى متابعة عشان انا هبهرك في الفيديوهات اللي جاية. الجدارية دي في المتحف المصري الكبير بتعود لعصر الملك ساحورع، والملك ده حكم مصر من 2487 قبل الميلاد لحد 2475 قبل الميلاد، يعني حكم مصر 12 سنة. هو يعتقد ان هو ابن الملك أوسركاف مؤسس الأسرة الخمسة. احنا كده بنتكلم في الدولة القديمة. احنا عايزين نقرأ اسم الملك مع بعض. الملك مكتوب جوه خرطوش وهو عبارة عن 3 علامات. هنقرأ من اليمين للشمال بس مش هنقرأ بالترتيب. أسامي الملوك مش بتتقري بالترتيب. أول علامة من اليمين هي علامة الدايرة وهي رع إله الشمس. العلامة اللي في النص ساح. العلامة اللي على الشمال كتكوت وده حرف الواو. احنا بقى هنقرأ 2 3 1. 2 اللي هي ساح اللي في النص، 3 اللي هي الكتكوت، 1 اللي هي رع قرص الشمس. فهيبقى الاسم ساح أو رع. ساح ورع معناها القريب من الإله رع أو المندمج مع الإله رع. ساح يسيح سيحان. تابعني يا كبير. هوريكم حاجة عسل جدا. بصوا معايا على المكان الجميل ده. بصوا فيه ايه؟ حجر من العصر الفرعوني عليه خراطيش ملكية. احنا هنا في الجمالية، ودي خنقات بيبرس الجاشنكير. اتبنت في العصر المملوكي طبعا سنة 1310، يعني عمرها حوالي 700 سنة. ده اسم الملك رمسيس التاسع. ممكن نقراه مع بعض. نفركارع ستب ان رع. ده اللي فوق. اللي تحت بقى هيبقى رع مسو خاواسط إرو أمون. نفركارع ستب ان رع معناها جميلة هي روح الإله رع المختار من رع. والمختار من رع دي نترجمها حاليا مختار أو مصطفى، عندنا لسه نفس الاسم بنفس المعنى. الحجر ده غالبا مأخوذ من معبد الكرنك في الأقصر لأنه حجر رملي. هنا عندنا البوابة بتاعة الخنقاء أو المسجد. البوابة دي معمولة من الخشب المغطى بالنحاس الأحمر والأصفر. هنشوف هنا بقى تحت على الحجر الفرعوني تاني صورة للملك رمسيس التاسع لابس الخبرش كراون أو تاج الخبرش بتاع الحرب. عندنا هنا نفس الملك تاني مصور مرة أخرى، وبعد كده مصور ثالث وهو لابس النمس رداء الرأس الفرعوني المقلم زي الماسك بتاع توت عنخ آمون كده. ونوصل لاسم الملك هنا. رمسيس التاسع من الأسرة العشرين، وهو أحد أحفاد رمسيس الثالث. رمسيس التاسع حكم لمدة 18 سنة من 1129 قبل الميلاد ل 1111 قبل الميلاد، يعني القطعة الحجرية دي عمرها أكتر من 3100 سنة. وعلى فكرة أنا هنبسط قوي لو أنت عملت لي متابعة.